ماذا يحدث في قصري؟ من أنتم؟ وكون الأحوال نسل الخليفة؟ وأين ذهب الجميع؟ وأين ذهب الكهرمان؟ أين ذهب الحراس؟ وأين ذهب الكهرمان؟ إني أنتظر وأحرم من الشر. لا أنا يا مولاي الخليفة، طب أنا مين اللي بيقول عليها؟ ماذا تقول يا الحارس؟ لا شيء يا مولاي، ده أقصى على الصف. هيا. أنت بتعمل إيه؟ فهمني فين والباقي؟ أنت كده جيت رحت مش فاهمة لا مش وقت الام بي سي خالص، ابوس ايديكي جاي معايا الدنيا لحد ما نفهم الفيلم ده عايز ايه؟ ماشي الدنيا. عايز فيها مامي حبيبتي، أنا شايفة اللي بيحصل فين؟ يا ماما يا مامي بعدي عني يا ريتك يا أين أنت؟ حبيبي أنت حبيبي وابن عمي كهرمان جارية الحسناء كنت فين عشت؟ بعد عني أنا لست كهرمان أنا عبد أنا خطيبة عنتر فارس فرسان بن عاد الله اتلخبطت الدنيا تمام متلخبطه ريناصه. أيها الحارس لماذا تتكلم بهذه اللهجة؟ ها أنت من العجم؟ هل تجيد العربية؟ حسنا حسنا سوف أحسن من راتبك 10 دراهم. نعم هتقسم المصروف بتاعي اثنين يعني هو يا دوب بيقضي مصاريف النت والتليفون بالعافيه. ولا استنى هذا ساكت هذا قرار الخليفة ولن أتراجع عنه ولن أسوى الطاعة وإلا أمرت الجنة. الحقيقة يا سهى وأنا فيلم عربي هجيب البتاع ده بص ده إيه دي؟ كده حرام بجد إيه بإذن الله بإذن أنت جيت إمتى؟ إيه صفه؟ أنت شكلك جارية أجنبية من المغول. ما أنا لازم أدخل الرنجة في قصري. يلا الرنجة اطلع بره الراس يلا. أيها الراس عارف أنا هقول لك إيه؟ سوف تحاسبون حسابا شديدا واتقوه من قبل ولا من بعد. عايزاه إيه يا رشيد؟ حسابي بالحساب حساب دلوقتي عشان نقفل لو سمحت. يلا يا تاني فتسكتوا جميعا عنتر أين أنت يا عنتر؟ أين أنت يا حبيبي وابن عمي؟ لقد اختطفني عمر الهاش وبعني إلى هذا الهرم. اسألي انقذني يا عنتر انقذني يا حبيبي وابن عمي حبيبي يا عنتر. إنك تشبهين كهربان لكنك أكثر جمالا منه. أنت في قصر الخليفة هارون الرشيد. اطلبي ولك ما تشائين. تعال أنا لا أريد منك شيئا. ذهب عنتر ليحضر لي مهري 500 بصلة حمراء سهى